أهلا بحضراتكم. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده ملخص فيلم عمار أكبر أنطوني. أرجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. سلام. يبدأ الفيلم وكشنال خارج من السجن، راح على بيته لعمار ابنه أكبر وأنطوني، ما كانوش بقالهم فترة. جاب لهم أكل عشان ياكلوا. مراته بهارتي زعلانة وتعبانة جدا جدا، بتقول له روبرت غدر بينا ولقى ابنه عمار بيدفن مسدس. راح لروبرت قال له انت نسيت اللي عملته عنك وشلت القضية عنك لما خبطت واحد بالعربية واتسجنت مكانك وسبت عيالي يتبهدلوا. قال له عايز فلوس ياض امسح الجزمة دي. شنال مسك جزمته وقعد يلمع فيها وهو عمال يعيط. قال لهم خدوه ارموه بره. قعد يضرب فيهم وخد مسدس وضربه بالطلقة، لقى لابس قناع واقي على صدره. خد عربيته وهرب منه عشان ما يلحقوش ويعمل له مشكلة. راح البيت لقى مراته سايبه له جواب بتقول له انا هنتحر عشان العلاج بتاعي غالي، وسابت له العيال ومشيت. ليلة سودة. خد عياله وهرب وراح حديقة كده وسابهم هناك. قال لهم ما تتحركوش هجيب لكم اكل واجب. يجري وابنه بيجري وراه، اتخبط بعربية. جه ظابط معدي كده بالعربية لقاه، خده عنده عشان يربيه. وانطوني قال له اكبر انا اروح اجيب لك اكل واجي ادخل ليك. وامه بتجري وقعت عليها شجره فقدت بصرها. وابوه بيجري بالعربيه. كشنال عمل حادثه ووقع من فوق الجبل وعربيته ولعت. وده ترزي قاعد لها اكبر كده لوحده، خده وحطه في العربيه وقال انا هرب بيه. رجع انطوني المكان ملقاش اكبر هناك. راح قدام كنيسه وقعد طلع القسيس لقاه، قام جاي واخده لقى الجواب معاه وعرف ان امه انتحرت. قال وانا كمان هربي ده. والترزي ماشي بالعربية لقى امهم واقعة وبتشوفش فقدت بصرها. خدها مع العربية عشان ينقذها وديها بيتها. راحت بيتها هناك ملقاش حد هناك، والناس قالوا لها عيالك كلهم عملوا حادثة في عربية وماتوا. قام كشنال كان مغمى عليه لقى صندوق دهب وقع من العربية، خده وجري. راح لولاده ملقاش حد هناك. قال يا ليلة سودة. ودي الكنيسة وأنطوني هنا عمال يعترف. كبر أنطوني بقى متبتشان زي ما احنا شايفين الجنان. والقسيس أبوه بيقول له يا ابني بطل شقاوة. قال له يا عم أنا بنهب وبسرق بس بتبرع بنص فلوسي للناس الغلابة. طلع من قدام الكنيسة لقى واحدة واقعة، دي كانت أمه. بلغوا الشرطة وده عمار الظابط. وده أكبر كان بيعاكس الدكتورة سلمى اللي هو بيحبها ومش قادر يبعد عنها. جت الممرضة قالت لهم في واحدة عايزة نقل دم. أكبر قال لها خلاص سيبيني أنا هروح أتبرع لها بالدم بتاعي. هنا نايم عمار وأكبر وأنطوني اتبرعوا التلاتة لمين؟ لأمهم. حاجة كده في الوهم. أنطوني كده في البار، والواد ده مش عايز يدفع الحساب، مسكه اداله علقة متينة، ظبطه وروق عليه وقام جاي حاطه في عربية الزبالة. أنطوني هنا وأكبر بقوا صحاب مية مية، اداله تذكرة للحفلة بتاعته. أنطوني لقى الحاجة دي بهارت ومعرفش إن أمه خدها تحضر معاه الحفلة، وعمال يغني ويرقص مع أكبر. وأكبر عمال يعاكس في سلمى الدكتور وأبوها قاعد معاها. طلعت سلمى قالت له خلاص وأنا بحبك. وهنا المعلم عمار رئيسه قال له في واحدة بتستغل الناس وبتنصب عليهم. مشي في الطريق وعمل نفسه كده واد جنتل، خدته في حته مقطوعه وقالت له بقول لك ايه تعالى. طلعت عليه العصابه قال له هات اللي معاك، قال لهم انا ظابط، وقعد يضرب فيهم لكن اخوها قدر يهرب منه. مسك البت لكشم دي وقالت له انا غصب عني انا يتيمه واخويا ومرات ابويا هم اللي بيخلوني اعمل كده والكلام ده غصب عني. راحت البيت لقت مرات ابوها بتغصبها على المشاكل. راح الواد عمار مسكهم وقبض عليهم وظبطهم وقال لها تعالي انت وجدتك يا لكاش معيشوا معايا في البيت عشان محدش يكلمكوا يا جماعة. وهنا كاشنال بقى غني جدا من الدهب، وروبرت هو اللي بقى شغال عنده بيمسح له جزمته. ونرجع لورا نلاقي المعلم كاشنال خطف بنت روبرت انتقاما منه عشان ولاده اللي تاهوا منه او ماتوا. جاي يمشي وسايبه، قال له بنتك انا خطفتها وراجعه كمان اسبوع. خد مسدس عشان يقتله، لقى لابس درع واقي نفس الدرع اللي هو كان لابسه روبرت قبل كده. خد العربية وهرب من الشرطة قبل ما تيجي. الواد روبرت لقى صندوق دهب نفس القصة بالظبط. الظابط قال له وقف، قام جاي ضربه الرصاص عشان يموته ويهرب بالصندوق. قابل أنطوني قال له اوعى يا جدع ايه الدهب ده، انت النص وانا النص.
اضطر ان هو يوافق. وهنا المعلم عمار راح لقى رئيسه اللي رباه نايم هيموت من طلقة النار. راح للعصابة قال له روبرت اللي عمل كده وأنطوني هو اللي عارف مكانه. راح لأنطوني قال له اعترف مكانه فين؟ قال له ما اعرفش. مسك اداله علقة متينة وهانه قدام الناس كلها وخده حطه في الحجز. بعد ما ظبطه وروق عليه راحت الأستاذة بهارت الحاجة الجميلة الكفيفة قالت له انتوا اخوات اتبرعتولي بالدم انتوا الاتنين وأرجوك سيبه يا باشا. قال لا ما عنديش الكلام ده مجرم وانا هعرفه وعلمه الادب. وهو هنا بيترحل في عربيه السيف طلع كاشنل وخلاه يهرب من هناك هو ورجالته وقال له عرفني فين مكان روبرت. قال له ما اعرفش. قال له يا ابني قول واتكلم مفيش فايده. ولا لابس قلاده في رقبته ومسك في رجاله المعلم كاشنل قاعد يضرب فيهم ويضربوا فيه. بس لازم يضربهم طبعا لان الهند عايزه كده. وراح الحبس تاني وقابل الظابط قال له الراجل ده ضرب ظابط اللي اسمه روبرت اللي انت مخبيه. قال له تعال اوريك مكانه. راح لقاه هرب وضرب الراجل اللي موجود. بس قال له يا ابني ارحمني من اللي بتعمله كفايه مشاكل بقى سويت وشي في المنطقه. قال له يا عم انا ما عملتش حاجه. وهنا كانت البت جين دي راجعه من بره اللي هي خدها كاشنل بنت روبرت وقال لها روبرت ده اللي قتل ابوكي من زمان بيكذب عليها. راحت الكنيسه لقت المعلم أنطوني ساعة ما شافها أعجب بيها جدا وخد لها وردة حمراء. وجيله وراح لبوليس قال له تعالى الحقني هوريك البت اللي أنا بحبها. رجع ما لقاهاش كانت مشيت من المكان. زعل قوي واتضايق وعرف إن هيكون عندها حفلة في البيت بالليل. راح وقعد يرقص وطالع من البيضة بيرقص هنا ويغني لكن الدنيا مش تمام. جه الواد مسكه الحارس ده قعد يضرب فيه واداله علقة وهانه قدام الناس كلها. روح أنطوني على البيت وهو متشلفط وسكران وخمران وعمال يبص في المراية ويكتب اسمها. وراحت المعلمة جانا للكنيسة تعترف وتقول أنا بحب أنطوني. طلع لها أنطوني قال لها أهلا يا جانا أنا أنطوني. وقعدوا يرقصوا ويغنوا سوا. والمعلم عمار برضو مع البت لاكشمة عمال يغنوا ويرقص هو وهي وحب بعض وهم كمان. وكمان أكبر وسلمى اللي عشتها ضلمة عمالين يغنوا مع بعضيهم. الدنيا باظت خالص والفيلم قلب. لكن هنا رجالة أبوها أبو البت سلمى عمالين يضربوا فيه. أنطوني عرف راح لأبوها اداله علقة متينة وخده على المستشفى وجاب المأذون قال له اكتب يلا يا ريس. عمار قال له لا أنا مش ممكن أتجوزها بدون رضا أبوها. قال له أنت عيل فقر. هنا الواد بيسكو بيقول لجانا أنت ما انتيش ماشية وأنا هتجوزك. وقام جاي متصل بابوها وقال له بنتك عندي يا روبرت لو وافقت تتجوزها لي اقول لك على المكان. قال له موافق بس عرفني المكان فين. قال له احضر حالا. ديك شنال داخل المكان قال له فين جانا. قال له ما هيش هنا مشت راحت مع الواد أنطوني. حركت هنا الشباك عرف انها موجودة حط مخدر في المنديل وخدر المعلم وقدر يطلع يروح لها وفكاه وخدها عشان يهرب بيها وركبها العربية. لقى رجالة روبرت موجودة لكن قدر يطلع من المكان ويجري منه. وهنا كان الواد أكبر وأنطوني راكبين العربية سوا. نزلها كشنال في مكان قال لها استخبي هنا وأنا هتوههم يا بنتي. دخلت المكان لكن رجالة روبرت شافوها وقعدوا يجروا وراها. راحت عند خيال مآتة ووقعت قدامه. جه خيال مآتة طلع أنطوني طبعا قعد يضرب فيهم واديلهم علقة متينة. معلم كشنال عمل حادثة وتاه ومات. جه هنا أكبر خده في العربية عشان ينقذه ووداه على المستشفى. وراح هناك قال لهم الحقوه. وهنا بيسكو قال للمعلم روبرت لازم نعمل خطة عشان نقدر ننقذ بنتك ونقتل المعلم كاشنر. راح المستشفى عشان يقتلوه ومسكوا الدكتورة سلمى قبضوا عليها. لكن بهارت راحت المستشفى بتسأل على أكبر ولا بس كان في هنا واحد بيعمل عملية. دخلت الأوضة مسكوها بيخنقوها. هنا روبرت عرفها وعرف إن هي دي الست مرات كاشنر اللي خطفها من زمان. خدها وبيجري بيها عمل حادثة وقعت بصرها رجع لها تاني. شغل هند راحت المعبد تبص في رجل الصنم الهبلة. رأت المعلم أكبر هناك قال لها تعالي وخدها المكان عند أبوه اللي رباه. قال لها مش أنت يا حاجة اللي كنت تايهة وكنت بصرك ده من 20 سنة وابنك كان تايه منك؟ قالت له أيوه. بتبص على الصورة لقت صورة أكبر عرفت إن ده ابنها وده أول واحد تعرفه من ولادها. سبحان الله. وهنا كانت في مشكلة وحريقة في بيت البت سلمى. جه المعلم أكبر دخل وضحى بحياته عشان ينقذها. وهنا أبوها قال له يا ابني اتجوزها أنا موافق على جوازكم. سبحانك يا رب.
وأكبر هنا بيعرف من سلمى إن الراجل اللي أنقذه ده أبوه جوز الست اللي كانت عامية، فبيجري عشان يعرف هو فين. قالوا له مشي من هنا، راح يعمل محضر في القسم وقال لعمار على العنوان. فعمار هنا افتكر إنه يعرف المكان ده ومر عليه العنوان ده قبل كده. راح العنوان لقى كشنال هناك في البيت القديم، فافتكر المكان وقعد يدور على المسدس اللي كان مخبيه من 20 سنة وأكتر. فعلا فحر في المكان وعرف يطلعه. شافه كشنال قال له انت عرفت مكان المسدس ده منين؟ قال له انا كنت مخبيه من اخويا انطوني من زمان. قال له يبقى انت يا ابني ياض، وعمال يعيط قدامه وخده في حضنه. كده خلاص بدوا يعرفوا اتنين. معلم انطوني ماسك المعلمة جنى وعمال يعمل فستان الفرح، وهنا الواد بيسكو بيراقبهم. وسابها انطوني تدخل المعبد والقسيس موجود، وسابها لوحدها ومشي. لكن للأسف هنا القسيس عمال يقول لهم على قصة أنطوني كلها من أولها لآخرها. راحت البيت جانا عشان تبلغ أبوه وتقول له إن جوزها أو اللي هيتجوزها ده ابنه. خطفتها عصابة المعلم روبرت وجريت، وراح الواد روبرت قتل القسيس. حاجة مصيبة سودة. وهنا لكاشمي شافت أخوها هم خاطفين البيت، فركبت في العربية اللي هم خاطفينها فيها مسكها. لك الواد أخوها قال لها أنت عايزة إيه بالظبط؟ وراح الواد أنطوني الكنيسة لقى القسيس ميت، قعد يبكي ويعيط عليه لأن ده الراجل اللي رباه. قال له بس أنا مش هسيب حقه وهاخد بطاره، يعني هاخد بطاره. هنا وقعت القلادة من إيده وافتكرها وراح لكشنال قال له القلادة دي بتاعت مين؟ كشنال قال له دي اتاخدت مني في المستشفى، خدها روبرت مني لما كنت بموت. واتصلت بيا جانا وقالت لي ان اللي هيجوزها هو ابني، فوراه الجواب بتاع عمه اللي معاه من سنين السنين. قال لي يبقى انت ابني يا ابني، واكبر وعمار اخواتك. وهنا بيسكو رايح لاكبر عشان ياخد فستان الفرح، لكن اكبر شك في الموضوع ومرتاحش. اتنكر في زي ترز كبير وعجوز وبيكلم المعلمة جانا ما بتفهمش، ما فهمتوش. واتصل هنا روبرت عايز قسيس وفرقة موسيقية. وهنا الواد أكبر كتب جواب لسلمى بلغة ما يعرفوهاش، وعرفت القصة كلها وعملت نفسها ترزية هي كمان عشان تروح معاه. ورسموا الخطة. وهنا عرفت عمار وأنطوني المسألة، واتنكروا الاتنين. عمار عامل فيها مغني أهبل وأنطوني عامل فيها القسيس، وراحوا الحفلة والفرح بتاع البيت جانا عشان ينقذوها. وهنا اتجمع التلاتة الإخوات عمار وأكبر وأنطوني وقعدوا يغنوا مع بعض. هنا جانا شافت المعلم أنطوني لما شال دقنه، وراح القسيس والمغني. لكن هنا كشفوا عن شخصياتهم، وهتقوم العركة يا جماعة وهنجيب ناس تزعل كلنا. ومسكوهم ادوهم علقة متينة وظبطوهم، وكانت هنا ترويقة على أعلى مستوى زي الترويقة اللبناني. وهنا كاشنا قال للمعلم روبرت أهلا حبيبي. وهنا سلم على أولاده التلاتة واتسجنوا بعد ما اطمن عليهم. ودي كانت نهاية الفيلم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بملخص الفيلم والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. باي يا بشر.